أطباء الدم يعتنون بالأشخاص الذين يعانون من أمراض تتعلق بالدم. عندما تفكر في الدم، هناك العديد من الأمراض التي يمكن أن تؤثر على الدم، لذلك لديك أمراض مثل فقر الدم، انخفاض الصفائح الدموية، انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، والعديد من الاضطرابات الأخرى. في جميع هذه تعداد الدم، وهو أمر شائع جدا. بصفتي طبيب دم، ألعب دورا في تشخيص هذه الحالات والبحث في سبب وجود هذه الاضطرابات الدموية لدى المرضى. بعد التشخيص الدقيق قديم العلاج الأكثر فعالية لمساعدتهم في التعافي. بجانب ذلك، يلعب أطباء الدم أيضا دورا في علاج المرضى الذين يعانون من أمراض النزيف والتخثر. كما تعلم، يجب أن يتجلط الدم إذا كان لديك إصابة. هناك عدة حالات يمكن أن تؤثر على مثل هذه الآليات. التجلط، ربما سمعت عن التخثر، وربما سمعت عن اضطرابات النزيف. لذا بصفتي طبيب دم، أقدم الرعاية لهؤلاء المرضى أيضا. أحد الجوانب المهمة في علم الدم هو الرعاية التي نقدمها للمرضى الذين يعانون من سرطانات الدم. عندما تذكر مصطلحات مثل اللوكيميا، الميلوما، الليمفوما، هناك خوف وذعر عام بين جميع الناس. لكن ما نقوم به كأطباء دم هو تشخيص هذه الحالات بفعالية، واستخدام أحدث أساليب العلاج حتى يتمكن هؤلاء المرضى من اجتياز علاجهم وعيش حياة مرضية بعد إكمال علاجهم. خاصة مع الأورام الحديثة الدموية، نحن في مستشفى أبولو الرئيسي نستخدم أحدث التقنيات. نستخدم العلاج الكيميائي القياسي، نستخدم العلاج المناعي، نستخدم زراعة الخلايا الجذعية، وأيضا عندما يحتاج المرضى إلى علاج أكثر تقدما مثل خلايا تي، يتم توفير ذلك أيضا.